الو يا فنانين، وحشتوني كتير. النهاردة هنتكلم عن أخطاء كتير بنقع فيها في الرسم بالألوان الخشبية. ازاي نقدر نصلح الأخطاء دي، ازاي نقدر نتعامل معاها، ازاي نقدر نوصل لكواليتي عالية قوي في تلويننا بالألوان الخشبية، ازاي بنظلل، ازاي حاجات كتيرة قوي. شوية تراكس كده وتيبس محتاجين ان احنا نركز عليهم واحنا بنرسم بالالوان الخشبية. هستخدم الوان خشبية فابر كاسل العادية خالص عشان كلنا نبقى عندنا وهي تكون اوريدي متوفرة عندنا كلنا. اول تراك سن القلم اللي انا بستخدمه على الورق بتاعي. سن القلم يا جماعة لما بيكون مبري او ما بيكونش مبري كويس، انا عارفة ان احنا لما بنبريه كل شوية ممكن جدا يخلص بسرعة، بس النتيجة في القلم وهو مبري كويس بيخلي سن القلم رفيع من قدام، فبيقدر يغطي مسام الورقة الرفيعة او المسام اللي هي الغائرة والبارزة اللي على الورقة، فبيديني تغطية كويسة جدا للورقة بتاعتي. فما بحتاجش كتير اني اعمل طبقات اكتر من اللون، بلس ان ما بحتاجش اضغط على الورقة، ما بحتاجش عيني من الاخر. فسن القلم مهم جدا ان هو يكون مبري بشكل مرتب عشان يلمس كل مسام الورقة بتاعتي. دي اول تراك، يبقى ضروري اني ابري سن القلم. طيب تاني تراك ايه؟ اسراء، خطأ سخيف جدا جدا جدا. انا بحب ان احنا نتعامل مع الاوراق بتاعتنا بحنية يا جماعة. الورق ده يعني اغلب الورق اللي مناسب للالوان الخشبية او الرصاص بيكون ورق قطني، فبيكون اصلا ناعم، فانا ليه اضغط على الورقة واعذبها؟ فانا ممكن اشتغل بطريقة اسلم والطف، اقدر اشتغل بيها بعدين كمان في شغلي، تكون احسن في شغلي. هتكون احسن في شغلي في ايه؟ هقولكوا دلوقتي حالا. بس انا ليه اضغط على القلم في حين اني انا ممكن اعمل طبقات من التلوين؟ يعني ممكن استخدم اللون واعمل منه طبقة 2 3 لحد ما اوصل لدرجة او اللون اللي انا محتاجاها، او يعني قيمة اللون اللي انا محتاجة اوصل لها في المساحة اللي انا بشتغل عليها دلوقتي. ممكن جدا كمان احاول ان انا اعمل في اتجاهات مختلفة، بس بطريقة تظليل مرتبة، وهقول لكم عليها برضو في الستاب بتاعتها، بس من غير ما اضغط على الورقة. الستاب دي مهمة جدا جدا جدا. بلس ان انت لما تضغط على الورقة انت عذبت الورقة، حفرت فيها، مش هيديك اختيارين. اولا ان انت لو في اي خطأ انك تمسح اللي حصل وترجع للون الورقة. تاني حاجة ان انت كمان مش هتقدر تضيف الورقة، اصلا مسامها خلاص اتقفلت واتكتمت، مش هتقدر ان هي تستقبل منك طبقات من درجات الوان تانية. يعني انا مثلا محتاجة اغمق على الاحمر ده، مش هعرف اغمق عليه بسبب ان انا ضغطت قوي على القلم او على البلو. فهمت قصدي؟ فمش هتقدر الورقة ان هي تستخدم معايا طبقات. التراك رقم 3، اني النتيجة اللي انا عايزة اوصلها، هل انا عايزة تظليل وتلوين سوفت او عايزة هارد، عايزة هاتشن وكروس هاتشن، او اتجاهات تظليل في شكل خطوط واضحة ليها بداية ونهاية زي اللي عملته في الاول دلوقتي، ولا عايزة تظليل ناعم ومرتب. مبدئيا في البورتريه عادة لما بنشتغل شغل واقعي، ستيل لايف، طبيعة صامتة، لاندسكيبن، بورتريه، اي حاجة كده، بنشتغل بطريقة السيركلز دي، الدواير، واقدر امشي في اتجاهات مختلفة والف الدايرة عكس، مرة الف يمين ومرة الف عكس عقارب الساعة. الطريقة دي بتخليني تخطيطي للون كويسة جدا جدا، بقدر اشتغل طبقات كويسة قوي من غير ما اعذب الورقة بتاعتي. بلس ان انا بكون عديت على مسام الورقة من كل الاتجاهات، فعملت تغطية مرتبة قوي للتظليل بتاعي والتلوين بتاعي، وفي نفس الوقت ناعم، اقدر اوصل بيه نتيجة كويسة قوي للسطح اللي انا بشتغل عليه، وخصوصا لو سطح الجسم اللي انا برسمه اصلا ناعم. التراك رقم 4، نوع الورق اللي احنا بنرسم عليه بالالوان الخشبية. نوع الورق يا جماعة ممكن يكون قطني حتى لو انا برسم بالالوان المائية مثلا. يعني انا دلوقتي هوريكم الفرق بين الاتنين ورق قطني عادي خالص، ناعم جدا وجميل، نوعه قطني تمام، يعني هو ناعم، لكن ملمس الورقة ومساميتها مختلفة في الورقة دي عن الورقة دي. يعني مثلا انا هنا استخدمت القلم في الورقة الناعمة واستخدمته في الورقة اللي فيها مسام اوسع، ودي كانت النتيجة.
عشان كده انا برضو برجع للنتيجة اللي انا عايزة اوصل لها. لو عايزة اشتغل بشكل واقعي والنتيجة بتاعتي تكون سوفت بستخدم ورق ناعم، عايزة النتيجة بتاعتي تكون هارد او الورق يساعدني في اني اوصل للنتيجة دي بستخدم ورق خشن. ورق الووتر كولر مختلف عن الورق الرصاص او الالوان الخشبية لانه بيكون وزنه اكبر شوية، يعني تقريبا 300 جرام، ممكن يزيد عن كده. ورق الرصاص والالوان الخشبية من 80 ل 180 او 150، فبيكون available متاح وفي نفس الوقت بيكون انعم من الالوان المائية. طيب نوصل للتراك الخامسة. الازمة العظيمة اللي عند ناس كتير قوي، الالوان الخشبية سواء احنا بندمجها بايه. بصوا، انا بشوف ان كل فنان ليه الاسلوب بتاعه، وبرضه هترجع للنتيجة اللي انت محتاج توصل لها في الاخر. انا كإسراء بدمج بطريقة واحدة بس، او بمعنى صح ممكن نقول طريقتين بس الاتنين بيصبوا في نفس الاتجاه. انا دلوقتي هستخدم معاكم اكتر من طريقة في التظليل، وهستخدم معاكم عليهم اكتر من طريقة في الدمج. استخدمت دلوقتي اللونين اللي هو البنفسجي او البوربل المحمر شوية مع اورنج، واستخدمت البنفسجي الغامق لوحده خالص تظليل مرتب. همسك القلم من بعيد شوية وهعمل تظليل خفيف او هارد، واخلي فيه شوية مسام الورقة تكون اوضح، مش هغطيها كلها، او بمعنى صح مش هعمل طبقات كتير. تعالوا نعمل كمان تدرج لوني تاني من الاحمر مثلا للاورنج، ونبدأ نشوف الدرجات هتبقى عاملة ازاي. طبعا لما عملنا تدرج في الفيديو اللي فات عملناه على ازاي ان احنا بنبدأ ندرج من لون للون. طبعا ببدأ بالغامق وبعد كده بفتحه وهكذا من اللون اللي عكسه عشان اوصل لدرجة متوسطة بينهم هما الاتنين. وهنشوف دلوقتي ازاي ممكن ندمج الالوان الخشبية. عندي اكتر من اختيار وبرضو بيرجع للنتيجة زي ما اتفقنا. اول اختيار عندي خالص ان احنا ممكن نستخدم فازلين، ممكن نستخدم بيبي اويل، ممكن نستخدم زيت من الالوان الزيتية، لان اوريدي الفابر كاسل الالوان الشمعية بتاعتها بتكون تقدري تدمجيها او تقدر تدمجها بالزيت. فانا ممكن استخدم شوية زيت او فازلين او بيبي اويل زي ما قلنا، وبالودانة كده، او لو مساحة اكبر شوية بنحتاج المنديل او ادوات الدمج. ونبدأ ان احنا نظلل او ندمج بشكل دائري برضو زي ما كنا بنقول طريقة التظليل المرتب. الطريقة دي هتخلي اللون يتفرد على المساحة بتاعته بشكل مرتب جدا، هيعمل تغطية كويسة قوي بالودانة، لان قطن مع قطن هيقدر يلمسوا مسام بعض كويس، فهيبقى فيه تغطية للمساحة بشكل مرتب. كل لون هياخد وضعه ودرجته هتبقى مرتبة بشكل انعم. دي طريقة كويسة، في ناس بتستخدمها كمان في البورتريه مش بس في المناظر الطبيعية او الستيل لايف، بس انا مش بفضلها قوي لان I think يعني ان هي هتحتاج عمار شوية عشان الرسمة تفضل محافظ عليها. عادة انا مش بحب الزيت او وسيط في الالوان الخشبية، يعني كل نوع الوان بحب له الوسيط بتاعه. فعادة بستخدم حاجة زي اللي انتوا شفتوها دلوقتي، اني استخدم قلم ابيض او اني استخدم درجة فاتحة من اللون اللي انا بستخدمه. يعني مثلا لو المساحة اللي انا بشتغل عليها لونها احمر، فممكن استخدم الروز عشان اعمل بلاند، روز الفاتح خالص، او ممكن استخدم الابيض حسب انا عايزة افكت عامل ازاي. بلس لازم تركزوا كمان ان الابيض ممكن يديكم تأثير شوية ابيض او يفتح شوية الالوان معاكم، ما يخليهاش واخدة الدرجة اللي هي مظبوطة معاها. دلوقتي احنا عملنا بلاند بالفازلين على التظليل اللي فيه مسام واسعة، وعملناه على التظليل اللي فيه مفهوش مسام واسعة او مش واضحة خالص المسام، وهنا هيديني نتيجة انعم والطف بكتير. فبرضو نرجع للاساس، قبل ما افكر في الدمج لازم اكون مرتبة كويس قوي التظليل بتاعي بشكل نظيف ومرتب عشان يديني النتيجة في الاخر كويسة جدا. بقى الستيب دي، في ناس اول ما بتبدأ تستخدم الالوان الخشبية بتكون فاكرة ان الاحترافي بتاعي وانا ماسكة القلم اني امسك القلم من بعيد كده واقعد اخطط بيه بقى. لا، هي الفكرة مش كده، هي في الفكرة في الطبقة وجودة اللون اللي انا محتاجاها في المساحة. فلما امسك اللون من بعيد خالص هيديني النتيجة خفيفة دي، اقرب شوية وهنا بشكل عمودي على الورقة. العمود يا جماعة بيلمس المسام كلها
فبيساعدني اني اوصل للتغطية الكاملة للمساحة على قد ما اقدر، طبعا عن طريق اني اعمل طبقات من اللون. كده استخدمنا اكتر من تراك واتكلمنا اكتر من تراك. خلينا بقى نتكلم شوية كمان عن ازاي اقدر اظلل مساحة تلوين. يعني عندي جسم دلوقتي وعايزة اعمل عليه مكان الظل بتاعه، اعمله ازاي؟ ومكان الضوء اعمله ازاي؟ لو احنا فرضنا دلوقتي ان الكورتين دول هما اللي معانا، وهنعمل تظليلة كده بسيطة، بس هنعمل الكورتين لونهم احمر في الاول خالص، ونبدأ نشوف هنحقق عليهم الظل ازاي والنور ازاي. حاول اخلي التظليل بتاعي مرتب، يعني مش هيكون هاي كواليتي، يعني مش هيبقى تجسيمة رائعة، بس هنشوف ازاي ممكن اغمق وايه الاختيارات بتاعتي في التظليل او تحقيق الظل على الجسم عشان يبقى 3D او يبقى مجسم اكتر، فتبدأ توضح رسمتي بشكل مرتب. لما التظليلة اللطيفة دي تكون خلصت، تعالوا اوريكم مثلا الليمون ده احنا ظللنا فيه بدرجات من الزيتي عشان يدينا نتيجة فيها تظليل مرتب ومناسب لطبيعة الجسم اللي انا بشتغل عليه. اما في الكرز هنا استخدمت برضو درجات من الاسود والبني الغامق او بنفسجي كمان الغامق عشان اوصل لدرجة احمر غامقة. انا كنت محتاجة اني اوصل للاحمر بتاع الكرز، فما كانش ينفع اني استخدم درجة بني مثلا بس. لا، انا كنت محتاجة اني اوصل لدرجة احمر مرتبة مناسبة لطبيعة لون الاحمر بتاع الكرز اللي هو الاحمر دارك قوي. تعالوا بقى نجرب اختيارات التظليل اللي بتكون على لون او جسم ليه لون معين او مجموعة الوان معينة وحابة ان انا اغمق بيه او اعمل مساحة الظل بتاعتي. استخدم دلوقتي الاسود وهنشوف قد ايه النتيجة بتكون مختلفة مع تريك هقول لكم عليها كويس قوي. في الحالتين لو انت بالاسود او ظللت باللون الاسود او استخدمت اي لون تاني غامق من درجات اللون الجسم اللي انا برسم بيه، انا محتاجة كويس قوي بعد ما اعمل التظليلة دي اني اشتغل طبقة تانية من اللون بتاع الجسم نفسه اللي هو الاحمر مثلا هنا، اشتغل طبقة تانية فوق التظليل كمان، يعني اشتغل فوق الاسود ده بلون احمر تاني عشان اميك شور ان المساحة دي مش بلاك، انا عايزاها دارك ريد، انا عايزاها احمر غامق مش عايزاها اسود. انا مش عايزة اقول ان الحتة دي عشان هي ظل هي سودة، لان اكشلي يعني في الحقيقة كده احنا ما بنيجي نعمل او ناخد كادر اللقطة زي كده عشان الظل يكون اسود، دي بتكون في لقطات معينة ولازم يكون الضوء متسلط باتجاه معين او بزاوية معينة عشان يحصل الظل بدرجة غامقة قوي للدرجة دي. فمحتاجش ان انا ارجع اشتغل عليها بدرجة اللون الاساسية بتاعة الجسم نفسه. هنا استخدمت البني المحمر مع البنفسجي برضو عملت بيه شوية على جنب، والاتنين تقريبا ادوني نفس النتيجة او ادوني نتيجة كويسة جدا. طبعا البني محمر احسن شوية بس البنفسجي كمان هيديني نتيجة كويسة جدا. وهرجع برضو اشتغل عليهم بالاحمر او اني اسيبهم زي ما هما كده لان البني المحمر مش زي الاسود. اتجاه الضوء بقى عندنا تو اوبشن، ان احنا نستخدم الابيض عشان نعمل بلاند للتظليل، وطبعا هنا لو التظليل بتاعي واقعي اكتر هيبان احسن كتير، او اني استخدم الروز او الدرجة الفاتحة، افتح درجة موجودة عندي من اللون اللي انا او لون الجسم اللي انا برسمه. وبكده انا تقريبا خلصت لكم اغلب التراكس اللي انا بركز عليها كويس او ان محدش يعملها جوه الكورسات بتاعتي. بس ركزوا يا جماعة، اختاروا الورق المناسب، اختاروا طريقة مناسبة للتظليل بتاعكم، اختاروا طريقة دمج كويسة، وشوفوا انتوا اصلا عايزين توصلوا لنتيجة عاملة ازاي من الرسم بتاعتكم.